انتوا هنا ليه؟ احنا هنا بنعترض على اللي حصل في مصر، واي حد المفروض النهارده بيفهم يقدر يعترض على اللي حصل في مصر. بس دي ثورة شعبية، اللي حصل ثورة شعبية. ثورة شعبية الكلام ده ما هواش مظبوط، لأنه الشعب كان اختار قبل كده، الشعب نزل 5 مرات من بعد ما مبارك اتشال، وفي ال5 مرات اختار، والاختيارات بتاعت الشعب في ال5 مرات جه قادة الجيش ورموها في الزبالة. فالشعب نزل فعلا، الشعب نزل، ناس كتير جدا نزلت صح، في ناس كتير جدا نزلت، لكن اللي نزل علشان يعبر عن انه عنده مشاكل حياتيه كبيره جدا، وهذا الكلام مظبوط، وانا واحد من ضمن الناس. لو كنت في مصر كنت نزلت، لكن انا كنت نزلت اطالب بانه المشاكل بتاعتي تتحل زي ما معظم الناس اللي نزلت. لكن انك انت تقنعني ان الناس دي نزلت علشان مش عايزه مرسي، طبعا مش عايزه مرسي، لان هم فهموه. وبعدين الدلائل واضحه يا عم، كل لا اله الا الله في الاعلام المصري ضد مرسي. النهارده في حمله مكارثيه، يعني في اصطياد مكارثي لكل واحد يقول مرسي او يقول الاخوان. انا بالنسبه لي الموضوع اللي هو اخوان ولا هو مرسي، انا بالنسبه لي صوتي انا اللي قمت ورحت وانتخبت او وديت بصوتي اكثر من 5 مرات بعد سقوط مبارك الفاسد هو واللي معاه. هذا موضوع انا لازم احترمه، ومن هذا السبب انا انزل على الشارع. ورايك كيف ان الاخوان مش عايزين يشاركوا في تشكيل الحكومه الجديده؟ شاركوا ولا ما يشاركوش؟ انا بالنسبه لي قصتي مش الاخوان، انا قصتي الشرعيه. هل في شرعيه ولا مش؟ انا بالنسبه لي كل اللي بيعملوه غير شرعي، لانه ما يبنى على باطل فهو باطل. مش بيقولوا كل اللي بيقول كده اخوان؟ وانا مانيش اخوان يا عم، ولا كنت اخوان، وما عنديش ده كلمه، ده شرف انا لا ادعيه ان انا اكون من الاخوان. دول ناس مناضلين طول عمرهم، لكن انا مشكلتي مع الاخوان انهم بيخرجوا السياسه للدين. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بتقول الاخوان وخربوها والكلام ده كله، انا عايز اعرف مرسي خد انهي قرار اسلامي لغايه النهارده من ساعه ما مسك. وبعدين انت بتتكلم على مرسي وبتتكلم على حكومته، بيأيد حماس وبيعادي اسرائيل. يا راجل صلى على النبي، حماس دي قد شبرا كلها على بعضها، مع احترامي ليهم، يعني هو الصوت الوحيد الذي يدافع النهارده عن القضيه الفلسطينيه وهم حماس. لكن ده الخطاب الاسرائيلي اللي انت بتسمعه، ان هم بيدافعوا عن حماس او ان هو بيتعامل مع حماس. في ايه لما نتعامل مع حماس؟ قالوا ان مرسي سرق الغاز والكهرباء بتوعنا لغزه. سرق الغاز والكهرباء؟ النهارده في غاز وكهرباء في مصر، مال الدنيا. عشان قطعوهم عن غزه. عشان ايه؟ قطعوهم عن غزه. غزه، انا بقول لك غزه دي كلها على بعضها وما تجيش حته في شبرا. شبرا ده حي في العاصمه المصريه الكبيره، يعني ما اعرفش راس ده اعتقد مصريين. طيب يعني تعال انت الكلام ده، تعداد غزه كلهم 1.5 مليون، لما يكون فيهم ميليتون، لما يكون فيهم ناس ميليشيات مش هيعدوا 1500 واحد، يعني فعلا من قلبهم هم الكور بتاع المنظمه. يعني الكلام ده كله كذب. انا بالنسبه لي كله دعايه اسرائيلي، يعني مش محتاج انا بقى. اللي حصل انقلاب، الاوروبيين شايفينه انقلاب؟ الاوروبيين عندهم مشكله لانه ده بالنسبه لهم ماشي مع اهدافهم. انت عارف ان الاسلام قدروا يصوروه على انه هو عدو الديمقراطيه. هنا القصه ما بقتش مسلم ومسيحي، ولا مسلم ويهودي، ولا يهودي ومسيحي، القصه بقت ديمقراطي ولا مش ديمقراطي. ايه دي ديانتهم؟ فهم صوروا الاسلاميين او صوروا المسلمين ان هم ضد الديمقراطيه. النهارده المسلمين جم بطريقه ديمقراطيه، او النظام اللي بيدعي ان هو اسلامي جه بطريقه ديمقراطيه، شالوا الجيش. هم ضد اي حاجه يشيلها الجيش، واقعين في مطبهم. انا اللي خايف منه ان الاوروبيين يناموا لنا في الخط، يصبروا شويه علينا لغايه ما نعمل تنظيم ونجيب ناس والكلام ده كله، وبعد كده يقولوا لا مش هنديكوا حاجه لان ده مبني على اساس غير ديمقراطي. ده ممكن، ده الخطر اللي جاي على مصر النهارده من الناحيه السياسيه يعني. لكن انا شايف شخصيا ان الخطر اللي جاي على مصر النهارده هو خطر الجوع، لانه مصر داخله على مجاعه. مصر مش هيبقى عندها فلوس تشتري بيها اكل. هي دي المشكله الكبيره. حضرتك شايف الحل فين؟ ايه الخطوات اللي المفروض تتعمل؟ شرعية مفيش حل. بس اقول لك حاجه، اي واحد اوروبي او غير اوروبي بيحلم بحاجه واحده بس، ان هو يبقى حر. خلاص، الحريه دي لما تيجي تطبقها في السياسه هي اللي بتوديك ناحيه الديمقراطيه. يعني ديمقراطيه هي ممارسه الفرد لحريته في الاختيار، فدي بتتم عن طريق الصندوق. هم لما يقولوا مفيش صندوق خلاص يبقى احنا نرجع 500 سنه ورا مش 50 سنه ورا. مش حل يعني ان احنا ننزل الشارع ونقعد فيه 20 يوم ونجيب رئيس جديد؟ لو قبلنا النهارده في مصر بان الجيش يمسك مصر تاني يبقى انسى الديمقراطيه في العالم العربي. مفيش ديمقراطيه. بس هو الجيش مش ماسك، ده الحاكم دلوقتي رئيس مؤقت. يعني خلينا
بنتكلم على مستوى يعني هو ده اللي بيتقال في التلفزيون، ها؟ يعني بيتقال في التلفزيون ان الحاكم دلوقتي حاكم مدني. مش هو ده اللي انتوا كنتوا عايزينه؟ جبنا لكم رئيس. لو انت قريت الاعلان الدستوري اللي عامله الراجل ده، فانت هيجي لك احساس لان هو خد الابتدائيه بالعافيه. اخطاء ابتدائيه، مش مستشار اللي كتب الكلام ده. انا اخر واحد عسكري يعني لواء في الجيش يكتب الكلام العبيط اللي هو كتبه ده، اقرا هتلاقي ان كلام مرسل. معنى كده ان الراجل ده قاعد في المكتب وبيبعتوا له ورقه امضي يا كابتن، يمضي الكابتن وترجع كده. لا، مش ما هوش دي السكه اللي احنا عايزينها. احنا مش عايزين رئيس متعين، احنا عندنا رئيس منتخب. العمليه بالنسبه لي سهله يعني. انا كواحد نزلت انتخبت، احترمني يا اخي. انت مش عايز تحترمني مش هروح انا لما تحترمني، واذا روحت هبقى مغصوب عليك، واذا انت عملت اي حاجه مش هتعجبني يعني. كل ما هيتبني. طب والناس اللي رافضه مرسي ومش عايزاه يكمل واللي نزلوا في الشوارع هم احرار يا عم، هم احرار. اللي رفضوا 13 مليون، واللي قابلينه 13 مليون زائد واحد، خلاص يبقى هو الرئيس. العمليه مش محتاجه، هي الديمقراطيه كده. جورج بوش الثاني ما قعدوا فرز صندوق ولا اتنين. احنا هنا في بلجيكا قعدنا كام يوم علشان مش عارفين نعمل حكومه، لان كل واحد رايه. ما هو الديمقراطيه في مصر مفهومه غلط، او الناس بتقول كلام عبيط يعني مش فاهمه، انه يقول لك احنا نصطف، او ان احنا واحد الكلمه. مش عايز حد يوحد الكلمه معايا. انا ليا راي وانت ليك راي، احترم رايي وانا احترم رايك، لكن نحتكم من الصندوق. لو انا خدت صوت واحد زياده عن اصواتك خلاص ابقى انا اللي هحكم، وانا اللي هحكم يعني انا اتحمل مسؤوليه. مفيش شك ان محمد مرسي اخطا في ان هو سمع كلام الناس اللي قالوا له لازم تاخدنا معاك وزراء وتاخد من هنا ومن هنا. مفيش حاجه اسمها كده في اي نظام ديمقراطي. لما حزب بيكسب الانتخابات هو اللي بيعمل الحكومه، انا حاسبه بعد. هم ما عجبهمش الاتجاه، خلي بالك محمد مرسي ما عملش ولا قرار اسلامي. قول لي انت، فكرني كده اي قرار بصيغه له صيغه او صفه اسلاميه خده مرسي. فتح المعابر للسوريين والسيسي مشى 70,000 سوري. احنا بنتكلم في الدين دلوقتي. هل هو استخدم الدين في اي قرار او كان له مرجعيه للدين؟ دخل المذيعات المحجبات التلفزيون والسيسي طردهم. وماله يا عم؟ والسيسي طردهم. ودخل الناس اللي مربين دقنهم في الوزارات وفي المناصب، والسيسي بيقبض عليهم دلوقتي. انت عارف ليه حضرتك؟ لانه كان اي واحد مربي دقنه معدي قدام اي مؤسسه او اي منظمه في مصر او اي وزاره في مصر ما يشغلوش حتى بواب. هو ده مش صح؟ بيقولوا اللي مربين دقنهم دول ارهابيين يعني الكلام ده يبقى فيه تطاول وتجاوز يعني. انا بالنسبه لي انا مش مربي دقني ومش هربي دقني، ومش عايز واحد في يوم من الايام يجي يحكمني ويقول لي الاسلام بيقول تعمل. انا مش عايز هذا الكلام، لكن في نفس الوقت عايز ان الشعب يختاره هو اللي يحكم. يعني الموضوع سهل يعني. شكرا جزيلا. الشكر ليك.